صباح الخير، يا رب تكونوا في احسن حال وانتوا بتشوفوني النهارده. لو اول مره بتشوفوني انا حكمه طارق ودي قناتي عالم الحلويات. النهارده هنعمل مع بعض اسرع وصفه كيكه الشطرنج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاجه سهله وبسيطه جدا، يلا بينا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. النهارده هعمل ديسكين من الكيك. كيك ممكن تعمليها بالسبونج، ممكن تعمليها باي حاجه انت حباها، بس انا هعملها بكيك الفانيليا عادي خالص. عملت مقدارين زي ما انتوا شايفين، اي صينيه عندك ممكن تنفعي تعملي بيها. انا النهارده هحشي بمربى التوت، لو انت حابه طبعا الكراميل، الشوكولاته، المربى المشمش، اي حاجه انت حباها ممكن تستخدميها. دهنت اول حاجه، نركز في الطبقات عشان ما نتلخبطش من بعض. اول حاجه هدهن ديسك الشوكولاته بالشكل ده بمربى التوت، وهبدا بالراحه ان انا اوزع كله في جوانب عشان اضمن ان القلبين يلزقوا في بعض كويس جدا. هبدأ دلوقتي انزل عليه بالديسك الفانيليا بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، واحاول ان انا اظبطهم على بعض كويس جدا واسكنهم مع بعض حلو جدا، وبضغط بايدي زي ما انت شايفه. سويتهم كويس جدا وظبطتهم كويس مع بعض. هبدأ دلوقتي اقيسهم بالمسطره بالطول كويس جدا، بحيث ان انا لو قسمتهم يبقوا الاتنين قد بعض مظبوطين. ظبطتهم انا كده، واحاول بالمنشار زي ما انتوا شايفين كده قسمت الكيكه بتاعتي لنصين. هبدأ نص منهم كده هدهنه بمربى التوت بتاعتي. ركزوا معايا، هدهن كويس جدا نص القالب بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، ولازم اوزع المربى في جميع الطرف لان لازم كلها تلزق، لان لما هتتحط على بعضها لازم المربعات كلها تكون متماسكه عشان وانا بقطع ما تتفرفتش معايا. وزعت المربى كويس جدا عليها. هبدا ان انا اقسم القالب ده اتنين والقالب اللي قباله اتنين. شايفين؟ قسمت كل واحد اتنين. هبدأ اعكس تحت شوكولاتة فوق فانيليا، هعكس اخليها العكس، شوكولاتة وفانيليا. شايفين طبقات مع بعض تبقى واحدة وواحدة، وسكنتها برضو كويس جدا بايدي. تانية هبدأ برضو انا كده بقى لخبطت، حطيت فانيليا على فانيليا، هقلبها الناحية التانية وهظبطها اهو. بقت واحدة فانيليا وواحدة شوكولاتة وفانيليا وشوكولاتة زي ما انت شايفة بكل سهولة. كل قالب من ده هقسمه اتنين اهو، كل واحد قسمته اتنين. سهلة جدا وبسيطة. قلبت ده على الجنب كده، وهبدأ ان انا ادهنه بمربى التوت. ركزوا معايا، سهلة جدا. هعمله بالمربى كويس جدا عشان برضو احاول ان انا الزق عليه نص القالب التاني بتاعه ويبقوا عكس بعض. ركزي عشان يبقوا عكس بعض اهو. الشوكولاتة جبت عليها فانيليا، عكستهم من بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. سهل جدا، مفيهاش اي حاجة صعبة. بقيت فوق بعضها عكس بعض. الجهة التانية برضو هعملها نفس الفكرة اهي. جبتها على الجنب وحطيت عليها برضو المربى بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهبدأ ان انا برضو اعمل عليها نفس الفكرة اللي عملتها في القالب التاني. سهلة جدا على فكرة، وشكلها حلو جدا، وبتلخبط كل اللي يشوفها وبيبقى محتار هي اتعملت ازاي، بس بجد كيكة سهلة جدا وطعمها حلو جدا. ظبطت القوالب زي ما انتم شايفين كده. هبدا طبعا حسيت ان الطرف بتاعتي مش متساويه، هبدا بالترانش زي ما انت شايفه، وابدا ان انا اخد كل الزيادات بتاعتي عشان يطلع شكل القالب بتاعي مظبوط اهو. شكله جميل جدا. هظبط من الناحيه التانية، وكمان هساوي القالب التاني بنفس الشكل. ما خدتش مني وقت ابدا. دلوقتي شايفينها شكلها جميل جدا. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا احط عليهم الجناش. عملت جناش شوكولاته خفيف جدا، عملته اقتصادي، عملته بالشوكولاته وباللبن. ممكن تعمليه سهل جدا. ربع كيلو من الشوكولاته الخام وتكون نوعيه كويسه، وكمان عليها 100 جرام من اللبن الدسم. انا بستخدم اللبن المبستر، ما بستخدمش ابدا اللبن بتاعنا اللي احنا بنشربه، بيديني قوام احسن اللبن المبستر. هبدا دلوقتي اسيحهم على حمام ميه او على النار عادي خالص، وفي الاخر احط نص معلقه من الزيت. وهبدا دلوقتي مجرد ما يبردوا معايا خالص هاخدهم بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وابدا ان انا اجلس على الكيكه او القالب بتاعي بالشكل ده. بعد ما جلستهم كويس جدا هدخلهم التلاجة ساعتين 3، الوقت اللي انت عايزاه عشان تقدري تطلعيها وتقطعيها بشكل كويس جدا. نقلتهم على قالب تاني، يعني نضفتهم بقى وقلبتهم على قالب تاني، وهبدأ بالسكينة كده اقطع كويس جدا. شايفين بين كل مرة والتانية لما بتسقع كويس بتطلع التقطيع معاكي كويسة. لازم تمسحي السكينة عشان الجناش ما يبوظش منظر القوالب التانية. عايزه اقول لك انه عمل معايا كميه حلوه جدا وحلوه وجميله وخفيفه وسريعه جدا. بجد هتعمليها ومش تاخد منك وقت ابدا، وشكلها كمان حلو جدا الكل هيحتار فيه. ان شاء الله تجربوا الوصفه بتاعتي وتعجبكم.
متنسوش بقى تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.